قدمت الجامعة الملكية لكرة القدم تعزية للاعب المنتخب المغربي أمين عدلي بعد وفاة والدته. ونعت جامعة الكرة والدة عدلي ببلاغ نشرته عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت، حيث كتبت: تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع أصالة عن نفسه ونيابة عن المكتب المديري وجميع أعضاء المنتخب الوطني بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي أمين عدلي في وفاة والدته، ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه في هذا المصاب الجلل. رحم الله الفقيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتواجد عدلي في معسكر المنتخب المغربي بمركب محمد السادس بمدينة سلا استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا القادمة.